المنتخب الوطني الجزائري لنهائيات كأس العالم. لكن قبل أن نواصل حديثنا الشيق عن الخضر يجب أن نتوقف عند هذا الخبر غير الرسمي. يعني هناك العديد من التسريبات، وكانت مصادر إعلامية تونسية كثيرة اليوم تحدثت عن رفض لجنة الاستئناف بالفيفا للطعن الذي تقدم به محامي يوسف بليلي من أجل رفع العقوبة المسلطة عليه في قضية التزوير، والتي تنتهي شهر مارس القادم 2027. إن صحت هذه المعلومات ميدو فستكون أيضا ضربة موجعة ليوسف بليلي. أكيد، هو الغائب منذ نوفمبر الماضي. après une année 6 mois absent 18 mois واعرة شوية. إلا صح الآن تأكدت المعلومة هذه 100%، ستكون ضربة موجعة بالنسبة ليوسف بليلي، وحتى بخصوص انتقال اللاعب، لأنه الآن في فترة نهاية عقد نعم مع نادي الترجي التونسي. يوم 30 جوان ينتهي عقد يوسف بليلي. كانت عنده أكثر عرضين جادين للاعب هما مولودية الجزائر ومولودية وهران هنا في الجزائر. نحكي في البطولة الوطنية. ابخي على ليترونجي سيرمون كيلا دي زوفر. لكن الآن كيف سيتصرف إن صحت هذه العقوبة 100%؟ راح تكون ضربة موجعة شوية ليوسف بليلي، خاصة في هذه الفترة غاب على المونديال، إصابة وزادت لحقاته هذه لا سسبونسيون. دونك سا سخا تري ديفيسيل ا جيري سور لو بلون مونطال. نتمناو ان شاء الله تكون معلوم، ان شاء الله ما تكونش 100% صح، مي واعره شويه. محمد ولا ما كاش العقوبه نعم تكون تطيح له الفرصه باش يمضي في الجزائر، نعم، ولا يكمل في الترجي، ولا كانت العقوبه كما يقول لك راهي حقيقيه، وراح تكون سنه حتى مارس 27 اظن. نعم اظن باللي هو ديجا راهو مع لا فانت كارير، اظن باللي كلش راح ينتهي، عام ما تلعبش ولا عام ونص، ما اظن باللي بزاف. وزيد انت راك كبير، ما انت بديت تتقرب مع النهايه، اظن العقوبه راه تاثر عليه. من هو النادي الذي يمكن ان ينتظره الى غايه مارس 2027؟ ما كاش، علاش قلت لك هو راهو مع الخروج، يعني يبقى شهرين فقط عن نهايه المنافسات. ما عندني يقول لك باللي الخاسر الاكبر يوسف. هل هي نهايه سنة؟ نعم، هل هي نهايه مسيرته؟ لا، ماشي نهايه مسيره، حتى اذا ثبتوا له العقوبه الى غايه شهر مارس المقبل يقدر يلعب ويقدر يعود عادي، لانه عنده يلعب ماذا؟ سنه جديده. امين. من هو النادي الذي سيمضي ليوسف بليلي وينتظره الى غايه مارس 2027؟ يلقى محمد، يلقى عادي في الجزائر، يلقى عادي. من تتوقع؟ مولودية وهران؟ ما نقدرش نتوقع اسم نادي من الانديه، بس على بالي بلي يلقى نادي محمد اللي يوقع له يستناه عادي. يقدروا يتفقوا يوقع ما يخلصش حتى يبدا يلعب عادي، يقدروا يتفقوا، يكون اتفاق بينه وبين النادي. يقدر يسيني في جونفي، يقدر مثلا يسيني في جونفي فتره الانتقالات الشتويه، وتقدر تسيني تلعب وما تلعبش، تدرب وما تلعبش. فيها مفاهمه صعيبه، يعني في الذهنيه تاع اللاعب صعيبه. اكيد حتكون ضربه قويه. واقرب لي مولودية وهران او مولودية الجزائر ميدو؟ في الجزائر هنا الله اعلم. فيه مفاوضات مع ناديين، وتبقى على حساب الاصداء اليوم في وهران انه فيه تقدم في المفاوضات مع اللاعب من طرف نادي مولودية وهران. على حساب واش هضرت، يعني زبير واسطي اللي هو بالمناسبه اللي هو ماناجر العام لنادي مولودية وهران، وقريب جدا من اللاعب يوسف بليلي. زبير واسطي ماشي معرفه هكا برك مع بليلي، مي جو بونس كاين تري بون اميتي اونتر لي دو. ديجا زبير ديجا راهو جاي في الوسط بين الجينيراسيون القديمه والجينيراسيون تاع يوسف. نعم، يعني جون زبير واسطي، حتى هو ربما ننتظروا باش نقدروا نفصلوا. شوف، ميركاتو تقدر تحكم على اي شيء، خاصه هو انه دفع العقود يبدا من 1 جويي. نعم، والكونطرا في القانون يشد 5 ايام يموت، ولافمون 15 يوم. نعم، يعني تقدر بالك كيما يديروا لا بلوبار يسينيو اونتي داتي، يسيني البرومي، يسيني ويدفع بلي مسيني لو 1 جويي ويدفع الكونطرا، باسكو الكونطرا 5 ايام. لذلك نعم، علينا ان ننتظر اولا الفصل في هذه القضيه ويخرج لو فيرديكت فينال باش تقدر تقول ابيبري وراه يوسف رايح اسكو المولوديه ولا الامسيو. سننتظر ونرى ماذا سيحدث في قضية يوسف بليلي. نعود الآن للحديث عن المنتخب الوطني. قبل سفرية هولندا كان هناك عشاء في مطعم خاص جمع كل اللاعبين، مبادرات جميلة تزيد من اللحمة بين اللاعبين. فوزي.
شيء جميل. وزيد من عند رياض محرز الكابيتانو، اظن باللي حب يجمع كاع اللاعبين، وبالك الله اعلم بالك ولا كان الطاقم ثاني تاع المدرب والطاقم. لا اعتقد بان الطاقم راحوا غير لاعبين فيما بينهم فقط. هي مليحه باش هكذا اللحمه تكون كما يقول لك اللاعبين يكونوا مجتمعين، وهكذا ما تولي شغل عائله واحده. وان شاء الله هذا العرض تاع رياض محرز ان شاء الله نشوفوها نهار تبدا ثاني كاس العالم. ما بالناش شكون خلص ميدو. قلت له محرز هو اللي عرض. احنا نقولوا محرز. تم الاستنجاد حتى بشركه حراسه خاصه. جابوا ايضا شركه حراسه خاصه. شفنا في النهايه توفيق لي جون كي سون سورتي افيك سي دي جون سبيسياليزي في لا سيكوريتي. لذلك لانه اكيد انه لما تروح المطعم اللاعبين كلهم، كل الشعب اللي يكون في المطعم ولا الناس تهدر بلي راهم في المطعم اكيد كان فيه جمهور كان يستنى في اللاعبين. لذلك استنجدوا بشركه حراسه خاصه. وهذا النوع من انا جوبونس هذا النوع من العشاء هذا خارج مركز سيدي موسى واللاعبين كلهم مع بعضهم، انا جوبونس باش لزياده اللحمه بين اللاعبين اكثر ولتصفيه كل شيء قبل التنقل الى الولايات المتحده الامريكيه. لانه اللاعبين هكذا كيش يقول لك اكور اوفر، يعني بقلب مفتوح، لا عنده مشكل مع شاف حاجه يهضر تما سور بلاص. ils vont vider les sacs تاعهم كاع يتيك، وسي ان نوفو ديبار كي يخرجوا من الريستورون يا بلو دو. والضغط تاع التدريب وخرجوا من هذاك الضغط. وايضا اعتقد بانه عشاء لحمه باش يكونوا لحمه الالتفاف مع بعضهم البعض. سورمون كيزون بارلي بوندون الماكله هضروا مع بعضهم على العديد من الامور. صحيح. الشخصيه الخاصه بالمنتخب ايضا. نعم. وحتى بعد مباراه هولندا اعتقد بان بيتكوفيتش سيمنح اللاعبين راحه اخرى لمده 24 ساعه قبل التنقل مباشرة. من أين؟ من الجزائر. من الجزائر طبعا. يعاودوا يوليو. طبعا لمن أراد أن يعود ولمن أراد أن يبقى ثم يلتحق بعدها بالجزائر. المهم أعطى لهم 24 ساعة مش 48 ساعة. لا أعتقد 24 ساعة فقط، وبعدها سيلتقي اللاعبون مجددا من أجل أخذ صورة تذكارية قبل السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية والدخول مباشرة في الأجواء الأمريكية ومباراة بوليفيا الودية الثانية. بيتكوفيتش ركز كثيرا على إبعاد الضغط عن لاعبيه. أمس فتح الحصة التدريبية أمام الجماهير والصحافة. وقبل ذلك أمين اللاعبون كانوا قد زاروا متحف المجاهد في زيارة رمزية، ومحرز الكابيتان قال نحن اليوم متواجدون هنا لأن الكثير من المجاهدين ضحوا من أجل هذا البلد. كلام جميل من القائد. أكيد، ورسالة أيضا للاعبين حتى يضحوا بكل شيء من أجل الراية الوطنية في كأس العالم. إن شاء الله يكونوا قد المسؤولية سواء اللاعبون أو الطاقم الفني وكل المحيطين بالمنتخب الوطني الجزائري. وأنا أعيد وأكرر أنا متفائل جدا بهذه المشاركة. نعم. زيارة رمزية إلى متحف المجاهد فوزي تحمل الكثير من المعاني. أولا كاين لاعبين لازم يعرفوا تاريخ بلادهم. نعم. هم صغار لازم يعرفوا بلادنا كيفاش رانا عايشين دوكا في امن وامان. دانيت محمد الناس اللي ضحات. نعم. الشهداء اللي ضحوا على هذه البلاد ماشي سهل باش ضحوا هكذا برك، ضحوا بكل ما كان عندهم، وماشي سهل باش تعيش في بلد كما يقول لك مسلم. نعم. وامن وراك مستقل. مي جو بونس باللي حاجه مليحه اللي داروها اللي ديجا عرضوهم، وهكذا يعرفوا وشنو هي الجزائر. ميدو هذه الامورات تحدث خاصه قبل الدخول في دورة مغلقة، لأنه التحضيرات الجدية بدأت، لكن التحضيرات الرسمية تنطلق مباشرة من مباراة هولندا. الدخول في الرسمية كما يقول لك بنسبة 100% اللي هو تحضير المونديال. نظن أنه هذه المبادرات اللي يديروهم مليحة شوية، يخفوا الضغط على اللاعبين ومام طون يزيدوا اللحمة بين المجموعة. وشي في كرة القدم المجموعة هي اللي تحقق النتائج وليس الأسماء وحدها، لأنه نعم. لما تكون عندك مجموعة قوية متضامنة مع بعضها تمشي لك، لكن لما تكون ما كاش مجموعة والليغو زايد عند بعض الأفراد نعم. ما يمشيش فريق ولا منتخب كيف. نعم.